السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل كمية كبيرة جدا من البيتزا وبكيلو دقيق وبس، وكمان بمية بدون لبن وبدون بيض. طريقتها سهلة جدا وكمان هتطلع معانا كمية كبيرة جدا زي ما انتم شايفين. تابعوني لآخر الفيديو عشان تشوفي كل حاجة تفيدك. أول مرة تشوفي قناتي، معاكي مطبخ أسماء علي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. أول حاجة معانا طبق غويط ومعانا كيلو من الدقيق، دقيق عادي خالص متعدد الاستخدامات. ومعانا كمان معلقتين كبار من السكر، ورشة بسيطة كده من الملح، حوالي ربع معلقة كده صغيرة من الملح. وكمان معانا كيس خميرة فورية، هي معدل يعني معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. نبدأ نقلب المواد الجافة كده كلها الأول مع بعض، وبعد كده هنضيف عليها المية. زي ما قلت لكم احنا هنعجنها بمية، يعني بدون لبن وبدون بيض وبدون أي مكونات. قلبنا كده المكونات الجافة ومعانا مية دافية دافية وبس، متسخنيهاش عشان ما تبوظش معانا الخميرة، فبتبقى دافية بس. ضفت كوبايتين وهبدأ أضيف معايا كوبايتين تاني، يعني هشوف هتاخد قد إيه من 4 كوبايات وأقول له كده بآخر العجينة. نبدأ نقلبها كده واحدة واحدة، واحنا بنضيف كده حبة بحبة المية. العجينة دي يا جماعة بتبقى عارفة زي العجينة اللي هي بتبقى ملزقة كده. ومعانا نص كوباية من الزيت. نبدأ كده نقلبهم مع بعض، وبعد كده بقى نبدأ نعجنها. يعني احنا بنقلبها الأول وبعد كده بنبدأ نعجنها. العجينة ديّة بتبقى سايلة، بس مش سيلان الكيك، لأ، بتبقى تعرفي تفرديها. هاشوف كده أوريها لكم دلوقتي وأنا بافردها في الصِّجان أو في الصواني بتاعتي. زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا لميتها، ما بتاخدش وقت كبير ولا بتاخد كمان مجهود في العجن. هي بتبقى ملزقة كده، هي زي ما أنتم شايفين كده، ما بتتلمش يعني. طبعًا لو عاوزينها إن هي بتتلم وتتفرد في صواني بتقللوا المَيّة شوية، يعني نفس المكونات وبتقللوا مَيّة شوية. هاسيبها قد إيه، هاسيبها ساعتين، بتقعد ساعتين تخمر، أغطيها كده واسيبها ساعتين. معايا بقى الصلصة، معايا طماطم وبصل ومعلقتين كده صلصة جاهزين عندِك، وفصين من التوم وفلفل وكوباية من المَيّة، وارفعها على النار. لمّا الحاجة بتاعتي كلها تستوي كده زي ما أنتم شايفين، بابدأ إن أنا أضربها ضربة في الخلاط. الصلصة دي صلصة هي الجاهزة بتاعة المحلات بتاعة البيتزا. بعد ما أضربها في الخلاط باغليها غلوة على النار بسِنّة من الملح سِنّة من السكر كده، وباغليها غلوة كده على النار. ممكن تضيفي لها زعتر لو بتحبوه. معايا بقى الحشوة بتاعتي، معايا طماطم، معايا فلفل مقطّع، معايا زيتون، ومعايا جبنة رومي وجبنة شيدر، ومعايا كمان لحمة مفرومة. ديّة الحشوات اللي أنا هابدأ إن أنا أعمل بيها. ومعايا صينية ومعايا صاج. أول حاجة هاعملها اللي هي باللحمة المفرومة. طبعًا العجينة خمرت زي ما أنتم شايفين، حجمها بيتضاعف وبتملى كده الطبق. زي ما أنتم شايفين، يعني ما أمدّش إيدي عليها غير لمّا ألاقيها حجمها تضاعف، عشان ما تهبطش معايا وهي في الفرن. بابدأ أدهن الصواني بتاعتي من الزيت. طبعًا أنا معايا كيلو دقيق، قسمته على 3 تِلات، يعني خدت كده تِلت منه عملت بيه الصاج، و والتِلت التاني هاعمل بيه الصينية، والتِلت الأخير هنعمل بيه mini بيتزا. هابدأ كده إن أنا أفرد العجينة بتاعتي. طبعًا هي بتبقى زي ما أنتم شايفين، يعني بتتفرد بس بالراحة كده شوية. ممكن ندهن إيدينا مَيّة ونبدأ إن إحنا نفردها كده في الصواني بتاعتنا. عجينة سهلة جدًا، جدًا وناجحة، يعني ممكن أي حد يعملها. عملت كده أول حاجة الصينية بتاعتي، معايا بقى معلقتين من الصلصة اللي أنا عملتها معاكم. بابدأ إن أنا أدهنها كده على الصينية بتاعتي. الكمية اللي شُفتوها بتاعة الصلصة هتكفّيني الكمية كلّها بتاعة البيتزا. معايا فلفل بقى رومي أو فلفل حار زي ما أنتم عاوزين، ومعايا طماطم مقطّعة كده برضه رفيّع، ومعايا بقى اللحمة المفرومة. حسب بقى كمية اللحمة، أو ممكن تعمليها كمان بشاورمة فراخ بتبقى حلوة جدًا برضه. ومعايا بقى زيتون ومعايا جبنة موتزاريلا، أي آخر بقى خطوة باحطها عليها، وآخر إضافة باضيفها. وبابدأ إن أنا أسيبها كده ترتاح قبل ما أخلّص بقية البيتزا بتاعتي، وبعد كده باضيفها في الفرن. باكون مسخّنة الفرن قبليها بشوية، وبابدأ إن أنا أضيفها في الفرن. تاخد معايا حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، مش أكتر من كده. ما تسيبوهاش كتير في الفرن عشان ما تنشفش معاكم. يا دوبك كده تضيفي فيها السكينة تلاقيها إن هي خلاص استوت، يبقى كده تمام. هابدأ إن أنا بقى دهنت الصلصة على الصاج بتاعي، وهابدأ إن أنا أضيف الجبنة الرومي، وطبعًا ديّة بالخضار زي ما قُلت لكم. بابدأ إن أنا أضيف الطماطم بتاعتي والفلفل، وأي حاجة بقى أنتم عاوزين تضيفوها.
يعني لو حتى عاوزين تعملوها برضه بشاورمة فراخ أو بلحمة برضه في الصاج هتبقى برضه حلوة جدًا. ومعايا بقى جبنة عندكم جبنة شيدر، عندكم جبنة موتزاريلا، زي ما أنتم عاوزين تضيفوا على الوش. معايا بقى الصاج التاني هابدأ إن أنا أعمل الmini بيتزا، باعملها كِوَر صغيرة كده زي ما أنتم شايفين، بس الmini بيتزا بتختلف بقى في حاجة، إن أنا بامسك كل كورة وبالفّها كده في الدقيق عشان تتفرد معايا يعني بسهولة، بالفّها كده بدقيق وبس كده بتتفرد معايا بسهولة، وبتبقى حلوة جدًا، جدًا. تعملي بقى الكمية كلّها، وبعد كده هنشوف هنحط كده على الوش إيه، زي بتاعة الأفران وزي الجاهزة ويمكن أحلى كمان. نعملها كده بالشوكة بس كده نغرزها كده بالشوكة من فوق عشان تستوي معانا بسرعة، عشان الmini بيتزا ما بتاخدش معانا سِوَى كتير. وسنة صلصة كده على الوش كده على الكمية كلها بتاعتنا. طبعًا برضه بنحط حاجات على الوش بس بتبقى يعني بكمية بسيطة، يعني رشة جبنة رومي واحدتين كده طماطم من المقطّعين، وواحدتين برضه فلفل مقطّعين. عاوزة تعملي الطماطم والفلفل شرايح رفيّعة ممكن برضه تعملوها شرايح برضه. ميني بيتزا بتبقى حلوة جدًا، جدًا، كمان للفطار، للعشا، لولاد في الحضانة، في المدارس، للشغل، يعني بصراحة بتبقى حلوة جدًا، جدًا. نحطها في علبة كده وبتقعد عندنا فترة طويلة. أنا كده خلاص حطيتها في الفرن، قعدت معايا حوالي ربع ساعة وطلعت بالشكل الجميل دوّة. أنا عاوزاكم بقى ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا معايا كل جديد وكل حاجة حلوة. أسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.